ماريغا يستقر على وجهته المقبلة بعد مغادرة الهلال، وبعد محاولة ضم أوسيمين رئيس نابولي يسخر من عرض الهلال. والجماز الهلال لن يحتاج للمعيوف أو العويس، ارحلوا بسلام بالفيديو. وسواريز يكشف أسرار قبول نيمار عرض الهلال السعودي، وتفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع عبد الله المعيوف حارس نادي الهلال. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. كشفت مصادر أن محترف نادي الهلال المالي موسى ماريجا سيصل إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية خلال يومين من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى الوحدة الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأشارت مصادر إلى أن ماريجا سينضم للوحدة لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي جواو بيدرو الذي سينتقل إلى نادي التعاون السعودي، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة رسميا في الأيام القليلة المقبلة. وقد استبعد ماريغا منذ أسابيع من معسكر الهلال التحضيري بالنمسا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024. وعاد اللاعب المالي إلى العاصمة السعودية الرياض بقرار من المدرب البرتغالي خورخي جيسوس. وحضر ماريجا إلى الهلال في يوليو تموز 2021، وكان النجم البالغ من العمر 31 عاما حاسما في العديد من المباريات المهمة بأهدافه وتمريراته الحاسمة، وأسهم بقوة في حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا موسم 2020-2021. وخلال مسيرته مع الهلال أحرز ماريغا 25 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة عبر 75 مباراة في كل المسابقات استنادا إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت. وحصد 4 ألقاب هي الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا. وبعد محاولة ضم أوسيمين رئيس نابولي يسخر من عرض الهلال، سخر رئيس نادي نابولي أوريليو من محاولات نادي الهلال السعودي خلال الفترة الماضية للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال رئيس نابولي في تصريحات أوردها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: لا يمكن لعرض الهلال سوى شراء قدم واحد من أوسيمين. بالنسبة للعام المقبل أعتقد أنه بالإمكان تقديم عرض بقيمة 500 مليون يورو، وربما سنقوم بتقييم العرض. وشهدت الأسابيع الماضية محاولات هلالية مكثفة للتعاقد مع أوسيمين، وقيل إن عملاق الدوري السعودي أبدأ استعداده لوضع مبلغ 130 مليون يورو على الطاولة من أجل استقطاب المهاجم النيجيري. لكن جاء الرفض القاطع من إدارة نابولي التي أبدت تمسكها ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده في عام 2025، ليقرر الهلال الذهاب إلى خيار آخر بالتعاقد مع مهاجم فولهام السابق الصربي ألكسندر ميتروفيتش. وكان أوسيمين قد لعب دورا رئيسيا في قيادة نابولي إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عام 1990 بتسجيل 26 هدفا في 32 مباراة خاضها في البطولة المحلية الموسم المنصرم 2022-2023، حيث أنهى الموسم هدافا للمسابقة فضلا عن تسجيل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا. وانضم أوسيمين صاحب 24 عاما إلى فريق بارتينوبي في عام 2020 قادما من ليل الفرنسي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 120 مليون يورو استنادا إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي. والجماز الهلال لن يحتاج للمعيوف أو العويس، ارحلوا بسلام. تحدث الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز عن رحيل حارس نادي الهلال السابق عبد الله المعيوف لنادي الاتحاد. وقال الجماز عبر حسابه الشخصي في موقع إكس: مع هذا الحارس العالمي لن يحتاج الهلال للمعيوف أو العويس، ارحلوا بسلام. وفي الوقت ذاته أكدت مصادر على قرب انتقال حارس نادي الهلال محمد العويس إلى نادي الشباب. يذكر أن نادي الهلال تعاقد رسميا مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من إشبيليا الإسباني ليكون لاعبا في صفوفه خلال الموسم الحالي 2023-2024. وسواريز يكشف أسرار قبول نيمار عرض الهلال السعودي. صداقة قوية تجمع نيمار وسواريز. أكد الأوروغواي لويس سواريز مهاجم فريق غريميو البرازيلي أن انتقال عدد كبير من أفضل نجوم العالم للعب في الدوري السعودي كان سببا مباشرا في تحفيز النجم البرازيلي نيمار إلى فريق الهلال بعد مواسم من اللعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ونقلت صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية تصريحات سواريز الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع نيمار بعد أن لعب جنبا إلى جنب في الدوري الإسباني في صفوف برشلونة الإسباني وقاد الفريق إلى نجاحات كبيرة. وقال سواريز: أعتقد أن انتقال قرابة 20 أو 30 لاعب من نجوم كرة القدم في العالم إلى الدوري السعودي جعل نيمار يقبل العرض، وهو أمر حفزه على رفع التحدي في التجربة الجديدة. وتابع سواريز الحديث عن زميله
السابق في برشلونة في باريس سان جيرمان كان يقال إنه خارج مشروعهم وأنهم لا يثقون كثيرا في قدراته، ولهذا كانت الفرصة مناسبة بالنسبة إليه من أجل الرحيل عن الدوري الفرنسي والانتقال إلى الهلال. وأضاف سواريز: يجب احترام قرار نيمار مثلما حصل سابقا عندما قرر الرحيل عن برشلونة، فهو يعرف ما يريد. سننتظر أن يشفى من إصابته ويعود إلى الملاعب من جديد لنعرف ما يمكن أن يقدمه للفريق. وتفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع عبد الله المعيوف حارس نادي الهلال. وقع نادي الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن للموسم المنصرم مع الحارس عبد الله المعيوف لاعب نادي الهلال السابق بعد قرار اللاعب الرحيل عن صفوف الزعيم الآسيوي في سوق الانتقالات الحالية. وبحسب التقارير الصحفية السعودية فإن نادي الاتحاد السعودي نجح في التعاقد مع الحارس السعودي الدولي عبد الله المعيوف لمدة 3 مواسم قادمة من صفوف نادي الهلال السعودي هذا الصيف. وجاء قرار الحارس المعيوف الرحيل عن صفوف نادي الهلال بعد عدم موافقة إدارة النادي على طلب اللاعب بتجديد عقده لمدة 3 مواسم قادمة مع نهاية الموسم الماضي، إلى جانب تعاقد النادي مع الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي إشبيليا السابق. تعاقد الاتحاد السعودي مع الحارس عبد الله المعيوف. وقال الحارس السعودي عبد الله المعيوف صاحب 36 عاما في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد، أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة. كما وتابع المعيوف: إن شاء الله سنين أفراح وبطولات. وبدأ الحارس السعودي عبد الله المعيوف مسيرته مع بوابة نادي الهلال منذ عام 2002 تقريبا، قبل الانتقال بعدها إلى أهلي جدة عام 2007، ثم العودة في عام 2016 إلى نادي الهلال ليوقع هذا الصيف مع اتحاد جدة. كما وتوج المعيوف مع الهلال السعودي بالعديد من البطولات على الصعيد المحلي والقاري الآسيوي، لعل أبرزها لقب الدوري السعودي روشن 6 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات وغيرها. وحصد الحارس السعودي المعيوف العديد من الألقاب المحلية والعربية مع الأهلي السعودي، لعل أبرزها الدوري السعودي روشن مرة واحدة، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس الخليج للأندية مرة واحدة وغيرها. رسالة عبد الله المعيوف. وفي تغريدة أخرى ودع الحارس عبد الله المعيوف الهلال السعودي بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد قائلا: أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل ناد لطالما كنت أحلم أن أكون مساهما ببطولاته. سنوات مضت كانت إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف زملائي. وأضاف الحارس المعيوف: شكرا للهلال وإدارته المتعاقبة ومنسوبيه وجماهيره على كل شيء. أودعه اليوم وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد، أتمنى أن أوفق في تقديم المأمول مني وتحقيق تطلعات جماهيره. وختم تغريدته: الحمد لله تم توقيع عقدي مع الاتحاد، أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة. شكرا للأستاذ أنمار الحائلي، شكرا للأستاذ أحمد كعكي، وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات.